안녕하세요. أهلا بيكم في فيديو جديد في قناتي دارشيك تانج. وصفتنا النهاردة هي وصفة شهيرة جدا في كوريا. الطبق الجانبي دوت مفيش بيت بيخلو منه ومفيش سفرة بتخلو منه. هنعمل مع بعض النهاردة الكيمتشي الكوري، وبالأخص كيمتشي الكرومب أو البيتشو كيمتشي. وتعالوا خدكم معايا في فلوج صغير قوي كده وأنا بجيب المكونات بتاعته. يلا بينا نروح مع بعض السوبر ماركت علشان نجيب بعض المكونات اللي ناقصانا لعمايل الكيمتشي. طبعا مش كل المكونات بتبقى متوفرة في السوبر ماركت، بس الأغلب بيبقى موجود. جبت ملح خشن وكمان جبت كرومب النابة. خلي بالكم وانتوا بتجيبوا كرومب النابة ان انتوا ما تجيبوش الكرومب اللي فيه ورق اخضر كتير. حاولوا ان انتوا تجيبوا اللي هو المتوسط اللي فيه يا دوب كام ورقة خضرة بره وابيض كله من جوه، وبرده لو جبتوا كله ابيض هيبقى تمام. كمان بجيب فجل الدايكون او المو الكوري، بيبقى موجود في السوبر ماركت وبحتاجه طبعا علشان اقطعه للمكونات بتاعه الكيمتشي. واكيد زنجبيل، وطبعا بصل اخضر، ده غير مكونات تانية كتير ممكن انا ما كنتش صورتها زي الجزر وحاجات تانية والبصل وغيره. فتعالوا بينا نشوف المكونات. يلا بينا بقى نبدأ نعمل الكيمتشي بتاعنا. ده الكرومب اللي احنا اشتريناه مع بعض، يلا بينا نجهزه علشان نعمل بيه الكيمتشي. الكرومب دوت هو الكرومب الصيني او كرومب النابة، هتلاقوه موجود في السوبر ماركتس الكبيرة. اول حاجة هبدأ ان انا اقطعه لنصين بالشكل دوت. وبجد من الحاجات اللي بحبها جدا هو شكل الكرومب ده من جوه، بيبقى شكله يعني ساتسفاين جدا وانا بحب شكله قوي من جوه. بعد كده كل نص هقطعه نصين، يعني هنقطع الكرومبايه 4/4. وبجد هو بيبقى نضيف جدا من جوه، بس طبعا لازم نغسله. بعد كده بيجي وقت ان احنا ننضف الكرومبايه من بره، ان احنا نشيل اي ورق زياده متكسر بقى او دبلان او غيره، يا دوب نخليها حلوه كده، والورق الفريش موجود من بره. وبرضو بشيل الحته اللي عند الجذور دي لانها بتبقى متعرضه للهواء او مكان مقطعنا الورق الزياده، فبنشيلها خالص. وطبعا هنكرر العملية دي لكل الكرومب اللي احنا جبناه. انا جايبة 3 من كرومب النابة، تقدروا تقللوا طبعا الكمية او تكتروها على حسب ما انتوا عايزين. والمكونات اللي عندكم دي هتكفي ال3 كرومبات، ولو انتوا هتعملوا واحدة او هتعملوا اكتر فياريت تضاعفوا الكمية او تقللوها. بعد ما خلصنا كمية الكرومب كله بقى جاهز عندنا، هنبدأ ان احنا نحطه في اي طبق بقى علشان نبدأ ان احنا نغسله كويس قوي. مرحلة الغسيل دي طبعا لازم نغسل كويس قوي ما بين الاوراق، وكمان ننقعه في مية علشان نطلع اي حاجة فيه مش كويسة. بعد بقى ما نغسله كويس قوي هنبدأ طبعا ان احنا نملحه. شرط اساسي في الكيمتشي ان هو يتملح علشان الورق بتاعه يطرى وان هو يتخلل عامة، ونبدأ ان احنا نحشيه بالخلطة اللي هنعملها مع بعض. يستحسن لو تستخدموا ملح خشن، ده بيبقى احسن كتير، بس لو مش متوفر او مش هتقدروا تجيبوه تقدروا تستخدموا الملح العادي، بس هيبقى الكمية اقل شوية. كمية الملح مش مشترطة على كمية معينة، لان انتوا على حسب ما هتملحوا الحاجة، وكده او كده هو هيتغسل بعد كده فمش هيبقى مالح اوفر. اتأكدوا بس ان انتوا تملحوا ما بين كل ورقة وورقة كويس علشان يبدأ ان هو يطرى معانا في فترة التمليح دي. طبعا هستمر اعمل كده في كل الكرومب اللي عندي لحد لما اخلصه.
بعد لما هنملحه هنسيبه على جنب لمدة ساعتين، مع اننا نقلبه كل نص ساعة، يعني نخلي اللي فوق تحت واللي تحت فوق، ده علشان السوائل اللي بتنزل منه تبقى متساوية او الملح عامة يبقى متساوي، فعلشان اللي تحت طبعا بيدبل اسرع من اللي فوق، فنبدأ ان احنا نقلبه كل فترة كده. وطبعا كل ما يتملح هتبدأوا تحسوا ان الكمية بتقل قوي لحد لما ينزل كل المية اللي فيه، فهيبقى معانا يعني شكله قليل شوية عن طبعا ما بدأنا بيه. في وقت التمليح بتاعه بقى او التخليل هنبدأ ان احنا نعمل الحاجات اللي محتاجينها تانية لحشوة الكيمتشي. هنبدأ الاول ان احنا نعمل عصيدة الرز، دي بتبقى عبارة عن 3 كوبايات من المية، تلت كوباية من دقيق الرز اللزج او ممكن تستعملوا دقيق الرز العادي، وربع كوباية من السكر. وهنقلب ده كله مع بعضه على النار لحد لما يعملوا معانا عصيدة كده او قوام متماسك. ولو انتوا مش هتعرفوا تجيبوا دقيق رز ممكن تستخدموا الرز العادي، تبدأوا تسووه عادي زي ما بتسووه بس من غير طبعا اي ملح او اي حاجة، وفي الخلاط تضيفوا له الميه والسكر وتضربوهم مع بعض، هيعملوا برضو عصيده. بعد ما تخلص هنشيلها على جنب لحد لما تبرد تماما علشان نضيفها لخلطه الكيمتشي. هنبدأ برضو ان احنا نقطع شوية خضار كده، الخضار ده برضو بيستخدم في حشوة الكيمتشي، من ضمنهم الجزر. طبعا انا استخدمت حوالي 5 جزرات صغيرين، بس تقدروا تستبدلوهم ب3 جزرات مثلا كبار. انا استخدمت الأداة دي لبشر الجزر، بس تقدروا ان انتوا تقطعوه لأعواد رفيعة زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده فاكرين بقى الفجل اللي احنا اشتريناه، برضو هنبدأ نعمله نفس معاملة الجزر ونقطعه لشرايح طويلة زي ما انتوا شايفين. طب هل يا داليا نقدر ان احنا نستخدم الفجل العادي؟ للأسف لا، الفجل العادي بيبقى حراق جدا ومر قوي غير الفجل الصيني أو فجل الدايكون. تالت مكون معانا وهو الكرات. الكرات تقدروا تضيفوه او تستغنوا عنه، ده راجع ليكو. انا بستخدم شوية من الكرات وببدأ ان انا اقطعهم للسايز او المقاس اللي انتوا شايفينه ده. وطبعا بحط كل المكونات اللي انا بقطعها دي في بولة كبيرة او طبق كبير جدا علشان ده اللي هنعمل فيه الخلطة. الخضار التاني معانا واللي مهم جدا وهو البصل الاخضر. هجيب حوالي 10 بصلات خضر وابدأ ان انا اقطعهم بنفس طريقة الكرات، بس لو البصلاية راسها كبيرة زي ما انتوا شايفين كده هبدأ ان انا اقسمها علشان ما تبقاش كبيرة قوي في الخلطة. بس لو الموضوع أزم معاكوا قوي في حوار فجل الدايكون او المكونات، بعض المكونات من الحاجات اللي انا عملتها، فتقدروا تستغنوا عنها. بس طبعا كل حاجة بنضيفها هي بتضيف اكتر للنكهة بتاعة الكيمتشي. ولو هتسألوا عن ايه لازمة عصيدة الرز، فدي بتبقى العامل ان هي تمسك كل حاجة مع بعضها من المكونات دي ومن الخلطة بتاعة الكيمتشي، ده غير ان هي بتساعد على عملية التخمير او التخليل بتاعة الكيمتشي. هنضيف بقى البصل الاخضر مع بقية الحاجات اللي قطعناها، ونبدأ بقى نعمل الخلطة اللي هتتضرب في الكبة وهتضاف على ده كله. هبتدي الاول ان انا اجهز الزنجبيل. هجيب قطعة بحوالي الطول بتاع صباعي كده وهقشرها وابدا ان انا اقطعها، مش شرط اقطعها جامد، هي كده كده هتتحط في الكبة علشان تتضرب مع بقية المكونات. وبرضو من المكونات الأساسية في الخلطة دي هي أي نوع فاكهة فيه عصير ومسكر في نفس الوقت. الكوريين بيستخدموا طبعا الكمثرى الكورية بس مش متوفرة عندنا، فتقدروا تستبدلوها بالتفاح أو الكمثرى العادية، أو ممكن كمان تستخدموا الاتنين مع بعض. هيزيد طبعا كمية العصاير بتاعة الفواكه وهتضيف نكهة الكمثرى مع التفاح، بس لو مش الموسم بتاع الكمثرى فتقدروا تستخدموا التفاح بس. قشرت التفاحة وقطعتها برضو زي ما انتوا شايفين كده، وهبدأ بقى ان انا اجيب بصلتين متوسطين وهبدأ ان انا اقطعهم لمكعبات بس عشان يسهل الضرب في الكبة. واكيد طبعا مش هننسى التوم، كيمتشي يعني توم. استعملوا كمية كويسة كده حوالي كوباية لان الكيمتشي بيحتاج توم كتير. المكون السائل بقى اللي هنضيفه للخلطة دي هو صوص السمك. صوص السمك من الحاجات المهمة جدا برضو في الكيمتشي، للأسف ما نقدرش نستغنى عنه،
بس لو هتقدروا ان انتوا تعملوا شوربة الاعشاب البحرية بالانشوفي او الانشوجة طبعا هيبقى بديل حلو جدا ليها. بس لو مش موجود فطبعا ده بديل اسرع ومتوفر اكتر من الحاجات دي. هضيف منه كوباية الا ربع مع بقية المكونات في الكبة. واخر حاجة هضيفها هو الجمبري المملح الصغير او السولتد بيبي شريمب. ده طبعا هتلاقوه في الستورز او الاماكن اللي بتبيع المكونات الاسيويه بس، وهتلاقوه موجود في ألمو مارت. ولو مش هتقدروا تجيبوا حاجه زي كده فالافضل ان انتوا تزودوا صوص السمك شويه. هنضرب بقى الخلطه دي كلها مع بعضها في الكبه لحد لما توصل معانا للقوام ده، وننزل بيها على كل الخضار اللي احنا عملناه وكل الحاجات اللي قطعناها، وننزل برضو عصيده الرز عليهم. واخيرا وليس اخرا واخر مكون معانا في الخلطه دي هيبقى الشطه الكوريه او الكوتشوكر. النوع اللي بيستعمل اكتر في الوصفه بتاعه الكيمتشي بيبقى اللي هو الفليكس او اللي هي بتبقى الخشنه، بس انا بحب اضيف الاتنين لان الناعمه بتضيف لون اقوى والخشنه طبعا طعمها بيبقى مدخن اكتر او بتدي ملمس اكتر للكيمتشي، فانا بحب اخلط ما بين الاتنين. بس لو هتقدروا ان انتوا تستعملوا نوع واحد فيفضل طبعا. ولو حد سألني طب هل ينفع ان انا استخدم الشطه العاديه بتاعتنا، للأسف برضو لا، مش علشان حاجة بس علشان الشطة الكورية متميزة طبعا باللونها الغني اللي بتديه للكيمتشي اللون الأحمر الجامد، وكمان الشطة الكورية ما بتبقاش حراقة جامد فتقدروا ان انتوا تحطوا منها كمية. انما الشطة بتاعتنا لو حطينا منها كمية بسيطة جدا هتبقى حراقة جدا ومش هنقدر ان احنا ناكله. ده غير ان لونه هيبقى فاتح قوي او هيبقى ابيض يعتبر. انا ضفت منها 2.5 كوباية، تقدروا تضيفوا طبعا الكمية اللي انتوا تحبوها على حسب ايه السبايسي اللي انتوا عايزينه. بعد ما خلصنا الخلطة نرجع بقى للكرومب اللي احنا خللناه او ملحناه. هنبدأ نلاقيه ان هو بقى فليكسبل قوي كده وبقى طري، فنقدر بقى ان احنا نغسله كويس قوي وننزل كل الملح اللي موجود فيه ونعصره كويس ونشيله بقى على جنب علشان نبدأ ان احنا نحشيه بالحشوة بتاعة الكيمتشي. وهتلاقوه نزل ميه كتيره جدا زي ما انتوا شايفين كده علشان تعرفوا بس هو بينزل منه ميه قد ايه وان هو بيقل فعلا في الحجم. هنجيب بقى الخلطه اللي احنا عملناها دي وقلبناها كلها مع بعضها. هنبدا نحط طبعا قطعه او ربع من كرومب النابه اللي احنا خللناه او ملحناه، ونبدأ ما بين كل ورقة وورقة نحشيه كويس جدا بالخلطة دي. وعايزة اقول لكم يا جماعة ان الكيمتشي دوت حرفيا العائلات في كوريا بيجتمعوا كلهم علشان يعملوه. يعني تلاقي كده العيلة كلها مجتمعة علشان تعمل الكيمتشي، لانه في الاول هما بيعملوا كمية كبيرة جدا من الكيمتشي فبتبقى مرهقة طبعا على ان شخص او 2 بس اللي يعملوها، فبيجتمعوا كلهم ويعملوها مع بعض كنوع من انواع التعاون وكمان كنوع من انواع الحب الاسري. وفي الاغلب بيعملوه لطول السنة لانه هو بيبقى موجود اكتر في فصل الشتاء، او الكرومب بيبقى احسن بكتير في فصل الشتاء. بعد بقى ما نحشي الكيمتشي كله هنبدأ ان احنا نرصه في العلبة بتاعتنا او حافظة الطعام اللي احنا هنحط فيها الكيمتشي علشان يفضل فيها لفترة طويلة. يستحسن طبعا او لازم ان هي تبقى حاجة محكمة الغلق، وان هي ما تطلعش سواء الغازات بتاعة الكيمتشي بره او ريحة الكيمتشي بره، وكمان تحافظ على تخليله كويس. فيا اما تحطوه في برطمان محكم الغلق او علبة طعام محكمة الغلق. بعد ما رصيته كله بالشكل دوت هبدأ ان انا اغطيه، والفترة دي بقى انا هغطيه واسيبه لمدة 2 يوم كاملين بره التلاجة علشان يبدأ عملية التخمير بتاعته او التخليل بتاعته، علشان يدي الساورنس بتاعته او الحموضة اللي بتبقى في الكيمتشي. ودي حاجة اساسية لان انتوا لو حطيتوه على طول في التلاجة مش هيبقى طعمه حلو قوي. نسبة 2 يوم حلوة قوي، لا تكتروا عن كده ولا تقللوا عن كده لان اكتر من كده ممكن يبوظ منكم. في 2 يوم حلوة قوي. بعد كده هنبدأ نحطه في التلاجة عادي جدا وهيفضل عايش معانا فترة طويلة قوي. وده شكله بعد لما سبته 2 يوم بره التلاجة ودخلته بعد كده التلاجة. شايفين نزل كمية مية وصوص قد ايه. المية دي او الصوص بتاع الكيمتشي ده بيستخدم برضو في اكلات كتيرة قوي زي الكيمتشي تشيجي، والكيمتشي عامة المتخلل بيستخدم برضو في وصفات اكل كتير، وممكن كمان يفضل قاعد معاكو لمدة سنة كاملة. هو بس كل ما بيقعد وقت اكتر كل ما بيبدأ يبقى ساور اكتر او يبقى طعمه مزز او حامض اكتر. والكوريين لما الكيمتشي بيقدم عندهم قوي في بعض الاكلات يفضل فيها الكيمتشي ان هو يبقى متعتق لفتره طويله، لان ده بيخليله
طعم تاني خالص وبيبان اكتر في الاكلات. نبدأ بقى ان احنا نقطعه علشان نقدمه. طبعا الكيمتشي ما بيتقدمش عمره لوحده، ده نوع من انواع المخللات، فلازم ان هو يتقدم جنب الاكل، سواء هتاكلوه مع رز بس او سواء هتقدموه جنب وجبة متكاملة كورية او حتى جنب الاكل الطبيعي بتاعنا احنا كمصريين، بيبقى حلو جدا برضو. جربوه قولوا لي رأيكم، وهل الطريقة بتاعتي عجبتكم ولا لا. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير للفيديو، وتعملوا لي سبسكرايب لو اول مرة تشوفوني او ما عملتوليش سبسكرايب قبل كده، علشان يوصلكم كل الفيديوهات اللي انا بعملها. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. 안녕.